شبه رسول الله عندما خرج واستأذن من أبيه الإمام الحسين فقال له: أبا ائذن لي بالقتال. يقول: لما نظر إليه الإمام رفع رأسه إلى السماء وقبض على شيبته المقدسة وقال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إليه. اللهم امنحهم قطر السماء وبركات الأرض وفرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم وثبوا علينا يقاتلونا، إلى أن قرأ بعد ذلك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل عمران وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. هذه كانت بمثابة الإذن للإمام الحسين عليه السلام لولده علي الأكبر لكي يخرج إلى أرض المعركة، ولكن قال له: بني علي، قال: تعال إلي أودعك وتودعني، أشمك وتشمني، أويل من تلاقوا عند الوداع، أمشاب طول لمن هو للقاع، لاعبنا لبي والإبل لا على اليدي ويل وداع لقشر. خرج علي وهو يرتجز ويقول: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي. يقول: كان الإمام واقف في باب الخيمة وليلى تنظر إلى وجه الإمام الحسين عليه السلام فتراه مسرورا، تقول له: أبا عبد الله أراك مسرور. فقال لها: يا ليلى، أرى علي ما يصنعه في أرض المعركة، بينما هو كذلك إذ تغير لون وجه الحسين. فقالت له: أبا عبد الله، أرى وجهك قد تغير لونه، هل أصيب ولدي بمكروه؟ فقال لها: لا يا ليلى، ولكن قد برز من يخاف منه عليه. قالت: إذن ماذا أصنع؟ قال لها: ادخلي إلى هذه الخيمة، فإني سمعت حبيبي رسول الله يقول إن دعاء الأم مستجاب بحق ولدها. دخلت ليلى ورفعت يديها بالدعاء، لكن بماذا أقسمت؟ بماذا توسلت؟ قالت: إلهي بعطش أبي عبد الله، إلهي بغربتي أبي عبد الله، يا راد يوسف إلى يعقوب، اردد علي ولدي، يا بطبة الخيمة الغريب، أو تبكي على ابنيها بريبة، والقلب نار يشب لهيبة، وتوسلت لله بحبيبه بالحسين بالحسين وشمابي مصيبة، أنا ردتك علي سالم تجيبه. استجاب الله دعاء ليلى وقتل بكر بن غانم وأخذ رأسه ثم جاء به ألقاه عند قدمي أبيه الإمام الحسين. قال: أبا، إن العطش قد قتلني وثقل الحديد قد أجهدني، أما من شربة ماء أتقوى بها على الأعداء. قال: بني علي، تعال وضع لسانك على لساني. وضع علي لسانه وعلى لسان أبيه
قال أبا إن لسانك أيبس من لساني، إن لسانك كالخشب اليابس يقلبوا يا شربة مية شبد. أتقوى ورد للقوم وحدي يا ابويا انفطر كبدي وحق جدي، يقول له منين اجيب الماء يا ابني ما هو حقك شعب قلبه بهضني. قال له بني علي قاتل قليلا ما اسرع ان تلقى جدك محمدا فيسقيك بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. عظم الله أجوركم. يقول حميد بن مسلم خرج علينا علي الأكبر في الحملة الثانية وإذا بمرة بن منقذ العبد كان إلى جواري، وإذا به يقول علي آثام العرب إن مر بي هذا الغلام لأضربنه ضرب أثكل فيه أباه. عظم الله أجوركم. بينما علي الأكبر يطارد كتيبة إذ شد عليه العبد ضربه وطعنه في صدره وضربه بالسيف على رأس. أين المنادي وعليا رحم الله من نادى وسيدا. فاعتنق فرسه فأخذت به الفرس وقربته من معسكر الأعداء فأحاطوا به من كل جانب ومكان فقطعوه بالسيوف إربا إرب. خر إلى وجه الأرض صريعا مناديا أدركني يا أبتاه أدركني يا ابن رسول الله. لما جاء الإمام أهوى عليه من فوق الجواد وتمدد معه في ساحة المعركة وضع خده على خد ولدي يقول له بني علي على الدنيا بعدك العفا، أما أنت فقد استرحت من همها وغمها وخلفت أباك لهمها وغمها. ثم قال لفتيانه احملوه والله لا طاقة لي على حمله. لما جاءوا به إلى المخيم وألقوه في تلك الخيمة التي أعدها لقتلى أهل بيت بكى عنده قليلا خرج. يقول دخلنا النساء، يقول قعدت زينب من جهة وقعدت ليلى من جهة. اسمع هاي الكلمات أختم بها المجلس. يقول زينب تقولها ليلى إياكي أن ترفعي صوتك بالبكاء حتى ما يسمع واحد من الأعداء ويشمت بأخونا الحسين. ويلي لحجت زينب تقلها يا معالي بسج مصاب ابن اخوي مجيد ومسني مثل ما مسج. تقلها جريب القوم يا ليلى بس لا ينسمع حسج خل نجري الدمع سكته هذا يا معالي الرته حس ما ينسمع حتى واخوي حسين ما يسمع وبي ما يشتفي ضده. تقلهن بطلا لا تلومني والله حيرتي حيره او حيد وانفقد مني او ظلت خالي عساني الكربلاء لاجي ولا بيهن بنالي بيت راح ابني على وظليت اصك الراح فوق الراح اقول الراح شيل. تقول لي يما علي يما علي يا حلو الاطباع الاطباع بعدك شباب ونمي علقايا سهر الليالي والتعايا يا بضاع. تقول له يما حسبالي تجي ويا اللي يدفنون او تشيل جنازة امك
فوق المتون اشو قبل رحت يا ماي العيون. ابيات الدعاء تقول وتاني يا يما عين على الدرب تربي وتاني وانظر يا شبابي مر وتاني يا ابني اقطع الظن لو اتاني اظل برجاك يا ابني لو يا واي إلهي نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآله الطاهرين. إلهي فرج عنا وعن جميع الحاضرين والمؤسسين والمؤمنين. إلهي فرج عنا وعنهم فرجا عاجلا قريبا كلمح بالبصر أو هو أقرب من عصانا بالدعاء. من كان في مجلسنا صاحب حاجة إلهي اقضي حوائجهم للدنيا والآخرة. من كان منهم مريض أو عنده مريض إلهي شافي وعافي جميع المرضى بحق بريض كربلاء زين العابدين يا الله. إلهي اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. انصر جيشنا وحشدنا نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا يسيرا واجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين واحشرنا مع أنصار الحسين. السلام على الحسين وعلى علي أحسنتم وعلى أصحاب الحسين وعلى حسين يا مولانا يا أبا عبد الله. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. أصحاب الحوائج يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا. إلهي بحق الحسين عليك يا الله عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يدي المؤسسون. تقبل عملهم إلى أرواح أمواتهم مع أموات الجالسين السامعين شيعة أمير المؤمنين أرواح العلماء أرواح الشهداء أرواح من لم يذكرهم ذاكر في هذا اليوم أرواح أموات أبناء المنطقة كافة. نعطي للجميع ثواب هذا المجلس مع ثواب قراءة سورة الفاتحة مسبوقة ومعطرة بالصلاة على محمد وآل محمد. الله صل على محمد.